السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وياكم مهندس عاصم. اليوم راح اشرح ضوابط القبول بالدراسة المسائية لطلاب العلمي. طلاب المهني انا شارحها بفيديوهات ثانية. اوكي. طلاب العلمي بداية الضوابط مال القبول يقول لك يشترط انه بالدراسة المسائية لازم معدل 60 وفوق. اوكي. اكو معدلات للكليات، يعني كلية التمريض 70 وفوق، تمام. ولازم الفرق يعني يكون اكو مثلا بين شلون يقول لك لا يزيد الفارق للتقديم عن حد الادنى للقبول في الدراسة الصباحية القبول المركزي ب10 درجات. يعني اذا اقل معدل قبلوه خلينا نقول 85 بالتمريض، فاقل معدل يقبلوه بالمسائية او يبدأ من 75 تقريبا، هيك يعني فرق 10 درجات بين الصباح وبين المسائي. هاي بالنسبة للتمريض. بالنسبة للهندسة 70 وفوق. بالنسبة للكلية التقنية الهندسية، يعني الجامعات التقنية اللي بها الأقسام الهندسية 65. كليات العلوم 65، القانون 65، باقي التخصصات 60، هي التربيات وهاي المواضيع. تخويل مجالس الجامعات بتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في الفقرة أولا بما لا يزيد عن 3 درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقا للاستقلالية. يعني فرضا للهندسة 70، هاي صارت بجامعاتنا. اكو طلاب 68 انقبلوا، 67 انقبلوا، كذلك بالعلوم 65 اقل معدل للقبول بالجامعة التكنولوجية فرضا، او كل الجامعات يعني، بس قبلوا معدل 62 63 هيك، يعني الى الجامعة الى تخويل انه ينزل 3 درجات، تمام. طبعا كل الكلام اللي داحشي موجود قناة على التليجرام، هاي النوع دا اقرا لكم اياها، موجود رابطها بالوصف، تمام. ومعرفاتي مال التليجرام مال الانستغرام يوزراتي موجوده بالوصف، اللي يقدر عنده سؤال او شيء او ما تفتح عنده القناه يقدر يتواصل وياي ادزل هي. الفكره شنو بالمسائي؟ المسائي قبوله يكون كلش هوايه، يعني هم حيداومون دوام واحد، تمام. دوامهم من 2:30 لل7. اكو ممكن لل6 ينتهي لل5:30 حسب الاقسام، واكو استضافه لكن ما اعرف اذا بيها شروط او لا، لكن كل قسم شكل. اكو اقسام عدد المسائي قليل يسويهم يداومون الصباحي في حال كان الصباحي مو هوايه يعني، او بهم يقول لك لا داوم مسائي مجبور. هاي كل قسم واحد يعني ما نعرف بيها. اوكي. فنيجي نقول شو اسمه مثلا هذا المسائي راد هاي السنه مثلا فلان قسم راد يعني شلون ينزلون المعدل جوا 70 او جوا المعدل المطلوب ب3 درجات. فظل رادين هم 40، قدموا مسائي على المعدل اللي هو 70 فرضا 70 وفوق، قبلوا 20 طالب بعد محتاجين، فنقول 20 15 طالب ينزل المعدل 69. راح يقبل عدد 10 هيجي ينزل لما يقبط العدد اللي يريده ويسد، يقول لك ها هي واني حدي 3 درجات. هيش الآلية تقريبا. طبعا موعد التقديم للدراسة المسائية يكون بعد اسبوعين من ظهور القبول المركزي الصباحي. اوكي. فتنفتح نافذة الكترونية خاصة ما اعرف كل الجامعات او بكل جامعة، والطلاب تقدم وبعدين يظهر قبولك. اذا تحب تسجل تحب ما تسجل هاي بعد بحريتك. اوكي. انتهينا من هذا الموضوع، نجي للاجور الدراسية، تمام. انا حاط لكم صورتين، صورة بها مال 24 لكن بها مثل الختمة وهاي، فحطيت صورة ثانية جوا اوضح، تمام. اقسام النفط المعماري الطب الحياتي 3 ملايين، باقي التخصصات الهندسية 1.25 مليون. اوكي. التقنيات الهندسية 2 مليون، التمريض 1.750 مليون، العلوم والتقنيات الصحية لأن شنو هم 1.25 مليون، الطب البيطري 1.750 مليون، كليات ذات التخصصات العلمية كافة يعني خلينا نقول والله ما ادري شنو تربيات او شيء، المهم 1.5 مليون، قانون 1.2 مليون، كليات ذات التخصص الإنساني الأخرى 900، معاهد الطبية 1 مليون، المعاهد التقنية التكنولوجية 1.2 مليون، بقية المعاهد التقنية على 750. اوكي. هاي الأجور وقلت لكم موجودة بالقناة. هسه نجي لمسألة التخفيض. جماعة التخفيض بالمسائي. شوف، تتولى الهيئة المشرفة بدراسة المسائية النظر بتخفيض الأجور للأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، يعني مثلا اكو بيهم يعني تدريسي وهاي وراد يكمل مسائي بغير جامعة، هذا له تخفيض، تمام. المستمرين في الخدمة طبعا زين، أولادهم، موظفي مركز الوزارة الملتحقين بالدراسة المسائية ما يزيد عن 50%، يعني أكثر شيء 50% شلون نقول تخفيض لهم تقريبا. أوكي. تخفيض الجهود الدراسية السنة الدراسية اللاحقة
بنسبة 50% للطالب الأول. اكو تخفيض، مثلا أنت طالب طلعت راح تدفع أوكي مال أول سنة، والله شو السنة اللاحقة. أي أنت أول سنة كملت دفعت أجور، أوكي طلعت أول، يخفضوا لك 50%. هاي على السنة الثانية يعني، أوكي. الطالب الثاني 30%، الطالب الثالث 20%. وصلت؟ وكله موجود بالتليجرام تقدرون تشوفوه. إعفاء الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المقعدين والطلبة الذين لديهم عجز صحي بنسبة 70%. تمام، يعني مو خلينا نقول عجز 20% أو 10، لا لازم يكون عجز 70% وفوق. تمام، هذا يعفى من الأجور. تمام، استنادا إلى التقارير الصادرة من اللجان الطبية. يعني لازم عندك شلون نقول تقارير كاملة عن هذه الأمور. زين. وكذلك أسوة الطلبة المكفوفين أيضا هم أجورهم مجانية. إعفاء الطلبة من ذوي الشهداء جماعة ضحايا الإرهاب. ضحايا الإرهاب دراستهم بالمساهي مجانية. زين، عندنا حزب البعث. تمام، شهداء حزب البعث 50% تخفيض. أوكي. جماعة الرعاية الاجتماعية هاي السنة شملوهم أيضا تخفيض 50%. أوكي. وهذا تقريبا كل ما موجود بالدراسة المسائية. ذكرنا المعدلات وآلية القبول وأيضا الأجور وأيضا مسألة التخفيض. تمام. قلت لكم قناة التليجرام بها كل التفاصيل كاتبها أني. تمام، تقدرون تطبون على الرابط موجود بصندوق الوصف. أتمنى عجبكم الفيديو. إذا عجبكم ضغطوا لنا لايك حتى نوصل لأكبر عدد من المشاهدين. شكرا للمشاهدة.